ازيك يا شباب عاملين ايه؟ معاكم عمر باشا دكتور مايكروسوفت. انا النهارده جاي اتكلم عن الحلقه الثالثه في شبكه الاتصالات. النهارده جاي نتكلم عن ايه؟ جايين نتكلم ازاي نبعت صوت من جهاز لجهاز تاني. تمام؟ فلو عملتها في طريق فكده هتعرف تعملها في الطريق التاني. حلو؟ طيب نعمل الكلام ده ازاي؟ طبعا في استخدام سهل للكلام ده، اللي هو ازاي تتصنت على جهاز تمام بدون ما يعرف الشخص التاني او يحس نهائي. تمام؟ طيب مش ده برنامج هنشتغل ايه؟ هنشتغل على ايه؟ لازم بس اول حاجه نعرف الاول ان في خصائص في الفيديو معينه لازم هنشتغل عليها. تمام؟ ايه الخصائص الاساسيه اللي موجوده في الفيديو عندنا؟ هما خاصيتين رئيسيتين. حاجه اسمها كميه الداتا اللي انت هتسجلها خلال الثانيه الواحده. تمام؟ تاني حاجه هتسجل زي ورا بعض قد ايه؟ هتسجل الداتا دي من ورا بعضها قد ايه؟ تمام؟ حلو. فلازم نعرف حاجتين. اول حاجه التردد بتاعي او كميه الداتا هسجلها خلال الثانيه دي. تمام؟ ودي احنا بنسميها عندنا الريت، المعدل التسجيل. وفي حاجه اسمها الشنك دي هي معدل الداتا هتسجل في الثانيه. فلو مثلا انا مثلا الخاصيه بتاعتنا اللي مثلا بنشتغل عليها هنا هنشتغل مثلا نسجل مثلا بريت معين مثلا اللي هو 44000 مثلا كيلو هرتز. تمام؟ والشنك بتاعي 44000 كيلو هرتز، 44 كيلو هرتز. تمام؟ والشنك بتاعي اللي هو 1024. معنى كده ان انا هسجل خلال الثانيه هو 44000 مره داتا. تمام؟ 1000 داتا، 44000 داتا. بس هاخدهم ازاي؟ هقراهم 1024 1024 1024 1024 1024 1024. تمام؟ دي الفكره. تمام؟ حلو. طيب ايه تاني محتاج اعرفه؟ الدقه او الفورمات بتاعتي. الفورمات بتاعتي عباره عن ايه؟ عباره عن ان انا بقول له ان انا مثلا هقرا الدقه بتاعتي 8 بت. تمام؟ طيب فتعالى بس كده شفت برنامج معايا. اول حاجه هنشتغل على 3 مكتبات المره دي، السوكت والبايثون اوديو والويف. هيبان دلوقتي معايا هنشتغل دلوقتي على اول اثنين في البرنامج ده، وهنشتغل ويف ده في البرنامج اللي بعدين في السيرفر باذن الله. حلو. طبعا زي ما انتم شايفين هو انا معرف حاجه اسمها الشنك دي هي عباره عن ايه؟ اللي هي 1024 اللي هي الترين داتا او داتا بتقرا ورا بعضها، ومعرف الفورمات بتاعت اللي هي هتبقى دي معناها ان هو هيقرا 8 بت. تمام؟ ومعرف الشانل بتاعت اللي هو الشانل الرئيسيه اللي في الجهاز. تمام؟ اللي هي المايك الانترنال والساوند الانترنال. تمام؟ والريت بتاعي اللي هو 44100 هرتز. تمام؟ ده التردد بتاعي. تمام؟ معنى كده ان الداتا عندي في الثانيه، الداتا عندي بتاخد عندي في الثانيه 1 على 44100 ثانيه. حلو. انا عايز اسجل قد ايه؟ 40 ثانيه عندي هيبقى كتير قوي، فهسجل 10 ثواني. تمام؟ ومعرف عندي الهوست ومعرف عندي البورد. تمام؟ المهم طبعا الهوست والبورد ده بتاع السوكت. دلوقتي هنعرف ناخد اوبجكت من السوكت زي ما اشتغلنا قبل كده، وناخد السوكت ونعمل له كونكت على السيرفر. تمام؟ وهناخد نبدا بقى من الاول هنا الجديد. هناخد اوبجكت من بايثون اوديو، والاوبجكت ده هبدا افتح بيه الستريم اللي انا هقرا بيه اللي هقرا بيه من المايك عن طريق بعرف اديله بقى جميع الكاركترستيك او الخصائص اللي احنا عرفناها فوق دي. نديله الفورمات وهديله الشانلز وهديله الريت وهديله الانبوت ان هو ترو. مع كده انا هقرا بمين؟ هقرا بالمايك. بعرف له الفريم بالبفر اللي هو الشنك. تمام؟ اللي هو هيقرا كل قد ايه ورا بعضه. كده خدنا ده كله سميه مين؟ سميناه ستريم. حلو. بعد كده باجي هنا بقول له ايه فوق اي ان رينج من صفر لحد قد ايه. انا دلوقتي المفروض انا بقرا بالكاميرا، بقرا بايه؟ ما بقراش بالريت، بقرا بالشنك. طب انا عايز اعرف دلوقتي افضل اقرا قد ايه مش من الكاميرا، قصدي من المايك. هفضل اقرا قد ايه من المايك. تمام؟ فالمفروض انا اديله عدد الشنكس اللي هقراها. طب اجيب عدد الشنكس ازاي؟ المفروض انا مره مثلا الدقه اللي عندي، دقه الصوت اللي عندي اللي هو ال 44000 اللي هو التردد بتاعي ده دقه الصوت. تمام؟ طب هقرا قد ايه في هقرا قد ايه كل مره؟ هقرا 1024. كم ثانية؟ اسجل. تعالى بقى بقرا ايه؟ بقرا 1024. تمام؟ انت عندنا الكاميرا بتسجل اهو ولا الكاميرا بتسجل ايه؟ المهم طب ممكن اكمل تسجيل؟ اتكل على الله. المهم شركة بداية ماشي يا عم اتكل على الله دلوقتي. يعني الموضوع ده مكتوب ورا اهو هناك. مش مبين. مش عارف والله انت وحظك بقى. المهم المفروض ان 1024 ده الدقه بتاعتي. ده الشنك بتاعي، فمقاسم الريت بتاعي
اللي هو اللي عدد الشنطات، عايز اجيب عدد الشنطات اللي في الثانيه ومقسم ل 44000 على 1024 واضربهم في عدد الثواني، هيديني ايه؟ هيديني عدد الشنطات كلها اللي محتاج اسجلها. تمام؟ وبعد كده ببدا اعمل لها ايه؟ بعمل لها ريد، وبعد كده ببدا اعمل لها ايه؟ بعمل لها سند. تمام؟ معلش طبعا صاحب الظهر شويه ده معلنا مني. المهم بعد كده دلوقتي خلاص بدأنا نقرا الداتا عن طريق الستريم، بقول له ريد، هيبدا يرشم كل مره من المايك ويبدا يعمل لها داتا، يعمل لها سند لفين؟ للسيرفر اللي احنا هنقراه دلوقتي. المهم نيجي بقى على السيرفر. طبعا زي ما انتم شايفين في برنامج السيرفر هنا انا بعرف طبعا الاربع مكتبات دول، ومسيبك الكتاب دي مالهاش لازمه، بشتغل على الثلاثه دول اللي هو مين؟ اللي هو السوكيت والبايثون اوديو والويف. تمام؟ اعرف الثلاثه دول. دلوقتي هنشتغل الويف ده ليه؟ عشان بس نطلع في الاخر برنامج الصوت ده طلع فيه الصوت، نبدا نقراه ونفهم، نسمعه ونفهم ان احنا فعلا سجلنا وقرينا الصوت من هناك من هنا. انا هنا بعمل ايه؟ بعرف برضه التشانك وبعرف برضه الفورمات زي الثاني بالظبط. تمام؟ وبعرف برضه هنا بقى الملف الويف اللي عايزين نطلع فيه الخارج بتاعنا هنسميه سيرفر اوت ويف. تمام؟ وعرف طبعا السيركو الويز ده اللي هو اسلوب تاني مختلف في الفورمات. طبعا هو يعرف برضه ان هو 8 بت. تمام؟ المهم باخد برضه نفس الموضوع وعرف حاجه اسمها الفريمز ديت اللي هي الليست اللي هخزن فيها الصوت اللي احنا قريناه. المهم باخد اوبجكت اللي هو البايثون، باخد من البايثون اوديو بسميه دي نفس كمان يعني بالظبط، واقول له الستريم افتح لي من البايثون اوديو دوت اعمل لي ده، بس خلي هنا نقطه معينه، خليه اوت، خلي اوت ده يبقى ايه؟ يبقى ترو. معنى كده ان احنا عملنا ايه؟ ان الصوت ده تمام هيطلع فيه على السبيكر او يطلع على السماعات بتاعت الجهاز. تمام؟ نفس التعريفات بالظبط. كده افتح السوكت وابدا اعمل له بنت، بفتح البورت في الجهاز وابدا اعمل ليسن للاتصال اللي هيجيلي. ببدا اعمل مين؟ اعمل ريسيف للداتا اللي هتجيلي. مستنيه بحجم قد ايه؟ اللي هو حجم الشنطه اللي هو 1024. تمام؟ وبعد كده ببدا اقول له ايه؟ رايت داتا. تمام؟ واقول له ان الستريم بيساوي دوت رايت الداتا دي اللي هي قد ايه؟ الداتا اللي هي 1024 اللي احنا كتبناها فوق دي. تمام؟ هيبدا يطلع الخارج اللي احنا قريناه ده يطلعوا فين؟ على السبيكر. تمام؟ بعد كده ببدا اقرا الداتا تاني. كده ببدا اعمل ايه؟ اضيف الداتا اللي انا قريتها دي اضيفها فين؟ بضيفها في الليسته اللي احنا عرفناها فوق. طب ماشي. وبعد ما اخلص انا معرف الفايل، معرف ان هو كتابه، وبعد كده بعرف الاديشنال بتاعتي عادي خالص، وبرده بعرف اسمه ده السامبل سايز اللي هو الفورمات، هو هيعملها سامبلز ازاي، هيقسمها ازاي، وبعرف الريت بتاعي. وبعد كده ببدا اضيف ايه؟ بضيف عندي بقى جميع اللي انا قررناه ده كله من المايك، بضيفه فين؟ بضيفه في البرنامج. كل بقى في البرنامج عادي خالص. تعالى بقى كده نجرب. بس من عشان دي تالت مره انا بسجله. ادي السيرفر كده فتحناه اهوت. تمام؟ وادي الكلاينت. طبعا هيقول لي دلوقتي هو بيصفر ليه؟ بيصفر عشان هو بيسجل من نفسه ايه؟ يعني الصوت رايح جاي فيه فبيهني. هو كده المفروض ان هو خلص. انا مجرد سجلنا فتره صغيره خالص. تمام؟ تعالى بقى كده نشوف هو فين. نشوف اللي احنا سجلناه دلوقتي. في البايثون برضه في الساوند في النيو ترايل هتلاقي هنا في فايل اسمه سيرفر اوتبوت. ممكن اقفله ثواني معلش. بيصفر عشان هو بيسجل في من يعني تاني اهو. اظن هي كده وضحت ان هو بياخد الصوت ويبعته في نفس الوقت. انما لو شغلنا بالجهازين مختلفين في اماكن مختلفه هتلاقي الصوت رايح لك من هنا لهناك والصوت رايح وواضح تمام، ما فيهوش ادنى مشكله. تمام؟ ده بالنسبه للبرنامج ازاي ابعت الصوت من جهاز لجهاز ثاني، وازاي ابدا اسجله، وازاي ابدا لو عايز اخرجه لايف اخرجه لايف. تمام؟ اتمنى يكون الفيديو ده عجبكم. اتمنى برضه ما يحصلش اي غلط النهارده في الفيديو عشان فعلا تعبت دي مره اسجله. ومعلش طبعا على الشخص اللي طلع في الفيديو ده عادي يعني، ده صاحبي واحد اسمه محمود الشامي. المهم